مساء الخير يا جماعة. تعالوا بقى اوديكم كده تروحوا معايا، احنا في العبور. طبعا بقولكم مساء الخير عشان احنا كنت رايحة الساعة 8 بالليل. قلت في الطراوة كده وتبقى يعني تبقى حلوة احسن من الصبح وكده. قلت بقى اروح سوق العبور بقى واشوف الاسعار ايه واشوف هشتري ايه. ويا ريتني ما روحت، لقيت الحاجة غالية قوي عن كل سنة. يعني المانجا ب55 جنيه، اللي هي الفص دي. ليه يعني؟ والمانجا اللي هي لقيتها اغلى والله من عندنا من السوق هنا. لقيتها ب45 جنيه الزبدية. ده عندنا هنا ب35. طبعا ما جبتش الا حاجات بسيطة قوي. هو بس البصل لقيته ب10 جنيه هناك، والبطاطس ب10 ارخص. هنا عندنا ب13 جنيه. يعني الحاجة غالية. وجبت تين وكده وعنب، يعني رخص شوية. المانجا اللي شدت قوي. بصوا بقى، كل المانجا دي الصغيرة الفص، كل مانجا ولها سعر. بس السنة دي كلها شدة جامد قوي غالية. كنا رايحين على اساس يعني المانجا دي تبقى ب15، ب12، يعني زي كل سنة. كنا بنجيبها الزبدية الكبيرة دي كنت بجيبها والله ب10 الكبيرة قوي. فوجئت بالسعر بتاعها ده. يعني حاجات غالية، بس يعني الحمد لله جبنا حاجات بقى بسيطة وخلاص. احنا قضينا مشوار وبعدين عرفنا الاسعار، لفينا السوق كله. بس طبعا ما دخلتش عند الخضار ولا اي حاجة، هو البصل بس اللي جبته وبطاطس. جبت بلح اصفر. البلح ده يا جماعة هنا ب40 جنيه، جبناه ب25 جنيه من هناك. البلح ده جميل قوي. بصوا بقى، لفينا السوق كله من اوله لاخره. طبعا شايفين احنا بالليل في الضلمة، فيعني رحنا خدنا فكرة وكده واشترينا حبة حاجات كده. فقلت اعرفكم عشان اللي يفكر يعني يروح يجيب مانجا، لا دي غالية. جوام السوق عندكم